بيحكي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة قصة هذا الشاب. بيقول ان في وقت من الاوقات احد الولاة الظلمة جاب مجموعة من الناس واراد ان يقتلهم. فاحد الناس اللي شهدوا هذا المشهد بيحكي القصة دي، فبيقول بصيت لقيت واحد من اللي جايين علشان يقام عليهم قصاص هذا الحاكم الظالم، بصيت لقيته جاي وبيضحك. فاستغربت، انت بتضحك على ايه؟ انت هتقتل بعد شوية. فرحت جنبه وقلت له ألك حاجة؟ نفسك في حاجة؟ قل لي وأنا ألبيها لك قبل ما يقام عليك القصاص ده وقبل ما الراجل الظالم ده يقتلك. فإذا به يطلب منه طعاما فتعجب، انت هتعمل ايه بالاكل يعني دلوقتي؟ ايه الناس لما بتبقى في وقت زي ده هيطلب اي شيء اخر. فاذا به يطلب طعاما، فبيقول فقربت اليه الطعام وبعدين قربت منه قلت له هو الموضوع مش فارق معاك يعني؟ هي المسألة كده مفيش اي مشكلة؟ فبص له وامسك بقشة من الارض فرمى بها ورفع يده وهو يضحك ويقول يا هذا إلى أن تسقط هذه إلى الأرض 100 فرج. قال له شفت القشة دي لما جيت رميتها كده خدت ايه ثانية؟ قال له يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى سيفرج عنا ليها 100 باب من أبواب الفرج. قال فوالله ما استتم كلامه حتى وقعت صيحة عظيمة وقيل مات هذا الحاكم الظالم، مات هذا الأمير الظالم. فأغارت العامة، الناس كلها دخلت القصر على هذا الذي كان يظلمهم، فأغاروا على الموضع فوثبوا بصاحب المجلس وكسروا باب الحبس وأخرجوا كل السجناء. قال فاشتغلت أنا عن الفتى، أول ما حصلت الحكاية دي رحت أنا جاري وما كله بقى حصل هيج وكلام وفوضى و فجري. قال فوالله ما توسطت الطريق حتى أحسست بإنسان قد قبض على أصبعي برفق وقال يا هذا ظننا بالله وظننا فيه كان أجمل من ظنك، فكيف رأيت من لطيف صنعه؟ فالتفت إلى الفتى وهنأته بالسلامة فأخذ يشكرني على ما فعلته وحال الناس والزحام وكان هذا آخر عهدي به.